إخواني أخواتي، مرحبا بكم. أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة يوم الأربعاء الماضي الستار على واحد من أكثر الملفات التي شغلت الرأي العام خلال الأسابيع الماضية، وذلك بعد صدور الحكم في حق تيك توكر معروف بصناعته لمحتويات أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. وقضت هيئة الحكم بإدانة آدم بن ب3 سنوات حبسا نافذا، مع قرار صارم يقضي بمنعه من مزاولة أي نشاط أو ظهور عبر منصة التواصل الاجتماعي لمدة 10 سنوات كاملة، في خطوة يعتبرها الكثيرون بأنها رسالة واضحة بخصوص ما ينشر على الفضاء الرقمي. ويأتي إخواني أخواتي هذا الحكم بعد متابعته بتهم ثقيلة، من بينها الإخلال العلني بالحياء، وصنع وإنتاج وترويج محتويات وصفت بالإباحية، إضافة إلى ممارسات اعتبرتها المحكمة منافية للأخلاق العامة، وهي التهم التي أثارت موجة نقاش واسعة بين من طالب بتشديد العقوبة ومن دعا إلى تقنين أوضح للمحتوى الرقمي. وتشير معطيات الملف إلى أن هذه القضية جاءت بعد فصلها عن ملف والدته التي تواجه بدورها متابعة قضائية مستقلة في قضية أخرى ذات طابع جنائي، ما زالت فصولها معروضة على أنظار القضاء وسط ترقب كبير لما ستؤول إليه. الحكم إخواني أخواتي الذي أعاد النقاش حول مسؤولية صناع المحتوى وحدود حرية التعبير على منصة التواصل، اعتبره كثيرون نقطة تحول في التعامل القضائي مع ما ينشر على تيك توك وباقي المنصات، خاصة في ظل تزايد القضايا المرتبطة بالمحتوى المثير للجدل. ويبقى هذا الملف مثالا بارزا على التحول الذي يعرفه التعاطي القانوني مع السوشيال ميديا، ورسالة مفادها أن العالم الرقمي لم يعد خارج دائرة المحاسبة.